بطلت أخاف من الكوابيس وبقيت أخاف من الأحلام. كابوس بتصحى منه مبسوط بالنجاة، لكن مع الحلم هتقضي اليوم تفكر في اللي انت خسرته. أنا بحمل ساند مان المسؤولية كاملة. ساند مان رجل الرمال أو مورفيوس أو دريم زي ما بناديه لما بيقعد معايا على القهوة. حلم طبعا كان الشخصية المحورية لواحد من أهم إن لم تكن أهم كوميك في التاريخ حسب حسابات البعض. في ثقافات أوروبية قديمة كانوا بيحكوا للأطفال عن شخصية غريبة، راجل صغير اسمه ساند مان يظهر بالليل ينفخ رمل سحري في عيونهم فيغمضوا ويدخلوا في حلم جميل. حط رمل في عينيهم هيغمضوا بس مش عشان يحلموا. أما في الدنمارك الكاتب هانس كريستيان أندرسون عمل عنه حكاية. في ألمانيا ليه نسخة كرتونية بتنام عليها أجيال. وفي أمريكا الأغنية اللي احنا سامعينها دي غنتها فرقة سنة 1954 مستر ساندمان برينج مي ا دريم. لكن لما جه نيل جيمن في أواخر الثمانينات خد الاسم ده وقلب معناه كله. قال طب لو الساندمان ده مش مجرد شخصية بتساعدك تنام، لو هو الحلم نفسه بكيانه وسلطته وعظمته وغموضه. وهنا اتولد بطل قصته دريم مورفيوس. جيمان ما اكتفاش بانه يقتبس شخصيه فولكلوريه، هو بنى عيله كامله الاندلس، كيانات بتمثل مفاهيم ابديه: الموت، الرغبه، القدر، الياس، وكل واحد فيهم جزء من النظام الكوني. وسطهم كان مورفيوس سيد الاحلام، لكن مش زي اغنيه الخمسينات اللي وراها ابتسامه وباب سرير مفتوح. هنا الاحلام قاسيه احيانا وغامضه دايما. في الارك الاولاني وبرغم قوته مجرد مقدمه، هتكتشف بعد تكملتك للسلسله انه بياخدك من ايدك بشويش لعالم كامل اكثر تعقيدا. الارك الاولاني كان بيحكي عن شخص بيستخدم قوة سحرية محرمة بيحاول بيها انه يحتجز الموت نفسه، والموت هنا هي واحدة من اخوات مورفيوس على فكرة، لكنه بالغلط بيحتجز ساندمان ويفضل ساندمان سنين محبوس بيعيش فيها العالم من غير سيد الأحلام. مملكة الأحلام بتنهار تهرب منها الكوابيس. وبعد ما أخيراً بيقدر مورفيوس إن هو يهرب بيبدأ يدور على أدواته اللي كانت بتشكل قوته اللي اتسرقت منه لما اتخطف. الرحلة دي بتاخده لكل مكان حتى الأعماق الجحيم. بس زي ما قلنا دي كانت مجرد البداية. بعد ما بيخلص الأرك الأول والعالم بيتبني جزئياً بتبدأ قصص تانية، قصص كتير. ممكن يكون دريم مجرد جزء من الخلفية ويمكن ما يظهرش أصلاً، هو مجرد أداة بنى حواليها عالم مثير. ساندمان مثلا بياخدك لعوالم دي سي وبياخد شخصيات مهمة ويعمل لها دي كونستراكشن، وشخصيات منسية أو مش مهمة ويطلعها على المسرح. النهارده بعد فيلم سوبرمان الأخير الناس عارفة ميتامورفو، بس غالبا قبلها كتير ما كانوش يعرفوا. ما بالك بقى لما تاخد إليمنت جيرل ودي هي المعادل الأنثوي لميتامورفو وتعمل قصة قوية قوي عن البادي إيمج وعن الهوية، ونهايتها مش هحرقها عليك. اسم ساندمان نفسه كان اسم شخصية سوبر هيرو من العصر الذهبي للكوميكس، ونيل جيمن دخلها برضه بذكاء ضمن أحداث السلسلة. لكن سيبك من شخصيات الكوميك المعروفة أو اللي مش معروفة اللي استخدمها نيل جيمن، القصص برضه بتاخدك لعوالم أدبية وأسطورية وتاريخية بتفترض إن عندك كقارئ خلفية ثقافية كافية عشان تقدر تتابع، عشان دي مش سلسلة للصغيرين أبدا. بيقدم مثلا تنويعات لقصص ويليام شكسبير، بل بيقدم لك شكسبير نفسه كشخصية، أحداث تاريخية بيمزجها بالخيال والأسطورة، زي فترة عهد الإرهاب في الثورة الفرنسية لما المقصلة كانت شغالة ليل نهار. ساعتها بنلاقينا في رحلة بنحاول نهرب براس أورفيوس الأوراكل من الأساطير الإغريقية وسط الفوضى السياسية والقتل الجماعي. أو يستخدم القيصر أغسطس قيصر روما كأداة تأمل فلسفية لما يحكي لنا إن القيصر كان بيتنكر كمتسول ويمر في شوارع روما وذهنه مليان بمخاوف عن السلطة والخلود. ويحكي لنا كمان حكاية طريفة عن إمبراطور أمريكا الشحات جوشوا نورتون، لنفس السلسلة على فكرة اللي فيها حاجات عجيبة زي مؤتمر القتلة المتسلسلين أو الشيطان اللي بيقرر يعمل كارير شيفت، بس لوسيفر ده قصة لوحده. المثير إن ساندمان نجح مش بس ككوميك ولكن كعمل أدبي، دخل قوائم نيويورك تايمز بيست سيلر وكسب جوائز أدبية، وفتح الباب لخط فيرتيجو اللي جاب لنا أعمال مهمة زي هيل بليزر وبريتشر. يعني باختصار غير شكل الصناعة. والوقت طويل كان في محاولات لتحويله الفيلم من بطولة جوزيف جوردن ليفيت، والحقيقة محاولاته وكلامه المستمر عنه كان سبب رئيسي لقراءتي الكوميك دي. طبعا ما نجحش بصعوبة اختصار حتى الأرك الأول بفيلم ساعتين بس، ولأن في أفكار وأحداث ترجمتها لمشاهد سينمائية مش سهل، بدليل إنه حتى أخيراً لما تم تحويله لمسلسل ناجح جداً على نتفليكس، مشهد تحدي مورفيوس لعفريت من عفاريت الجحيم في الكوميك كان ضد الديمون كرونزون، اللي المسلسل غيره وخلاه ضد الشيطان شخصياً، وخلوا الشيطان واحدة لأسباب يمكن تمكين المرأة وانتي قوية وتقدري تبقي شيطان، مش عارف. كان من المشاهد اللي ما تلقتش قبول لأن هي مش عركة، دي كونسبتس بتصارع بعض وبتنتهي بفوز الأمل.
يمكن ده برضه محتاج حلقة عن الاختلافات بين الكوميك والمسلسل، وإيه الحاجات الكويسة اللي حقيقي عملها المسلسل، وإيه الحاجات اللي تخليك تشد في شعرك، زي إن هم حذفوا جون كونستانتين نفسه وجابوا بداله مدام كونستانتين. كوميك ساند مان كله قصص فلسفية ثقيلة في بعض الأحيان وقت ما تناقش أفكار زي الخلود، ولما نشوف إن الإلهام بيتمثل في امرأة وإزاي كاتب ممكن يضحي بإنسانيته عشان يحتفظ بالإلهام ده. ومورفيوس نفسه مش طيب ولا بطل ولا ينفع تقيس تصرفاته على مقياس بشري، في قصص ليه بيعمل حاجات بشعة، مصايب وغلطات، لكن الشيء المشترك إن كل القصص دي سواء هو فيها أو لأ دايما كانت ممتعة وبتخليك تفكر. يمكن في حلقات جاية نحكي قصة من القصص دي لو حابين يعني.